السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد ومواد طبيعية جديدة بالتحضير مناخيع أو ضمن الباتة لعلاج جميع أنواع الإسهال بإذن الله تعالى. ولكن قبل ما نبلش في موضوع مهم حابب أحكي معاكم فيه، فبتمنى تصغوا فيه للنهاية. لما بقول لك خليك معي لنهاية الحلقة أحسن إلي وإلك، لأنه هلا بكونك أنت فايت على الحلقة علاج الإسهال تجي تكتب لي تحت او النصر شو علاج الاسهال. يا اخي ضل معي لنهايه الفيديو، 8 دقائق ما راح تاخرك عن اختراع القنبله الذريه، او 5 دقائق ما راح تاخرك عن اختراع القنبله الذريه. ضمن الفيديو عم بحكي لك كل المعلومات اللي انت براسك، فانت خليك معي لنهايه الفيديو، واي سؤال بينطرح وانا ذاكره بالفيديو راح احط لك فقط قلب، ما راح يتم الاجابه عليه لانه بكون موجود داخل الفيديو. تمام يا شباب؟ يعني انا عم بحاول قدر الامكان اني سهل عليك انك تاخذ الفكره كامله وما احتاجك تكتب لي تعليق. كثير قنوات تعطيك المعلومه ناقصه تجبرك تكتب تعليق في التعليقات لحتى يضرب الفيديو تبعه ترند. انا ماني عم بجبرك، انا عم بجبرك بس تسمع وعم بسط لك وبشرح لك كل شيء، ففضلا وليس امرا، فضلا وليس امرا خليك لنهايه الفيديو، والمعلومه اللي ما بتفهمها او النقطه اللي ما بتفهمها اسالني عليها. اما يكونني انا ذاكر لك العلاج وتكتب لي شو العلاج. طيب بالنسبه لموضوع الاسهال عند الطيور، الاسهال عند الطيور يا صديقي ليس بمرض كامل. شو القصد يا ابو نصر؟ القصد مثله مثل التسييف، القصد انه الاسهال دليل على مرض، فاذا كان الاسهال باللون الاخضر هذا بيدلني انه طائر مصاب بمرض كوكسيديا. اذا كان باللون الاخضر مائل للاحمر مع وجود دم هذا دليل على انه طائر مصاب بالكوكسيديا بحاله متاخره. اذا كان اسهال ووجود بذور غير مطحونه ضمن البراز هذا بيدل انه الطائر معه مرض الميجا بكتيريا او فطريات في القانصه. إذا كان باللون الأبيض الطبشوري، أبيض طبشوري، هذا بدل إنه الطائر في عندنا تعفن وفي ممكن ديدان وممكن جنجيديا، هاي كلها دلالة على اللون الطبشوري. إذا كان طبشوري مائل للصفار هذا دليل على مرض الكبد. طيب إذا كان مائل بيكون في عندنا عرق أزرق وإصابته بتيار هوائي. طيب لنعالج الطير يجب أن يتم إيقاف الإسهال بشكل كامل. ليش؟ لأنه بما أنه في عندنا إسهال فالطائر ما راح يستفيد لا من علاج ولا من غذاء، وبهالطريقة هي راح يكون الموت المحتمل للطائر. ونحن حكينا أنه نستخدم مغذيات اللي هي الجليكوز البشري عيار 5% ملحي لما بيكون مصاب بالأمراض اللي عديتها سابقا، مضاف له العلاج. طيب لحتى نوقف الإسهال وطبيعيا هناك عدة مواد تستخدم لإيقاف الإسهال ومناقيع طبيعية أو ضمن باتة. طبعا ملاحظة مهمة، في حال كان الطائر مصاب بأمراض معوية حتم عليك أن تتوقف عن تقديم البذور الزيتية، البيض المسلوق، بذور زيتية، البيض المسلوق. شو هي البذور الزيتية يا أبو النصر؟ هذا السؤال بينطرح. طيب البذور الزيتية هي كل بذرة لونها أسود، كل بذرة لونها أسود كبذور النيجر، الخردل وغيرها من البذور الزيتية. نكتفي فقط بالباريلا والبريقة، باريلا، بريقة وبذور الخرفيش، وبذور الخرفيش، هذول 3 بذور فينا نقدمهم. طيب خضروات نمتنع عن تقديم الخضروات، نكتفي بحس تفاح صغير. طيب شو العلاجات اللي فينا نقدمها للطائر في حال كان مصاب بالامراض اللي عديناها؟ هناك كثير من العلاجات تكلمت عنها، ولكن نحن هلا بحلقتنا هي في حال كان الطائر عندي مصاب بمرض معوي ناتج عن اسهال يجب ان استخدم جليكوز بشري عيار 5% ملحي كمغذي للطير. لايقاف الاسهال نستخدم اما قشور الرمان، انا عم بحكي طبيعيا، قشور الرمان تنقع في ماء ساخن، تنقع في ماء ساخن وتقدم للطيور. ايش قد بحط يا ابو النصر من قشور الرمان؟ لكل 100 غرام، لكل 100 غرام 30 غرام من قشور الرمان تنقع في ماء ساخن، لا تغلى، لا تغلى. هاي اول ماده.
ايش قد بتضل عند الطير؟ تقدم 3 أيام متتالية حتى يتم إيقاف الإسهال. طيب شو في عندك مادة ثانية يا أبو النصر؟ المادة الثانية اللي هي عصير البصل، أو بنجيب ماء ساخن بنعصر البصل أو بنحط البصل مثل ما هو بقلب الماء لحتى يتشرب منه، طبعا مع أحكام إغلاق. الإغلاق يعني ما بصير أنت تحطه بطنجرة مفتوحة، ما بصير تحطه بطنجرة مفتوحة أو بوعاء مفتوح. الماء الساخن يوضع بزجاجة أو بوعاء زجاجة وتوضع المادة البصل أو الرمان أو الزنجبيل أو العسل أو أي مادة بدك تحطها. ليش؟ لحتى حافظ على زيوت الطيارة والمواد الفعالة اللي بتعالج الطير. طيب حطيناها بمكان مغلق، حطينا بصل مع الماء الساخن، قفلنا القطرميز، تركناه لحتى يبرد، البخار والكثافة البخارية بتعلق راح تنزل بالماء، فكان عند العلاج دبل. خذ معلومات، خذ معلم ما بيأثر. طيب عصير البصل المحلى بالعسل، يعني بصل حطينا البصلات بقلب المي، ضفنا عليها عسل بمقدار معلقة لكل مشربية، معلقة صغيرة لكل مشربية، قدمناها للطائر، كل 24 ساعة تبدل. ممتاز؟ كثير ممتاز. طيب نضيف الثوم، ممتاز جدا، لكل مشربية 100 ملي أو عفوا لكل لتر، نعطيك إياها لكل لتر بصلتين كبار حمر مضاف إليها 4 أسنان ثوم، تنقع في ماء ساخن، وبعد ذلك تقوم بعملية الهرس بعد ما تحطها بالماء الساخن لحتى يبرد. قبل ما تشيله من الوعاء ويكون برد بتهرس المواد الموجودة داخلها بدقة بشكل كامل لحتى تنهرس، وبعدين بتصفي المي وبتقدمها للطير. الفائدة دبل. تمام يا شباب؟ طيب طبعا بضيف إلى العسل. هل ينفع أن أقدم عصير البصل والثوم مضاف إليه الخل أو الليمون؟ هذا الأمر غلط. أنت يا أبو نصر قدمته وتراجعنا عن هذا الغلط، ما بصير. اما مقدم الليمون لحاله او الخل لحاله والثوم والبصل لحاله، ما بصير ينخلطوا هاي المواد كلها مع بعضها. لا طبيعي، لا يا اخي مو موضوع طبيعي. ايضا ينتج عن هذه المواد تفاعلات تضر بصحة الطير. تمام يا صديقي؟ تمام، نحن عم نقدم علاج، ما عم نقدم مضرة للطائر. طيب ننتقل معكم لاخر مادة تعالج الاسهالات، هي ماء الارز. ماء الارز ينقع في ماء ساخن، تغلق العبوة لحتى يتخمر بشكل كامل، لحتى يبرد بشكل كامل. أقوم بفتح العلبة، التصفية وتقديم للطائر. في حالات الوقاية، أنا ما عندي طائر مصاب بالإسهال بدي أقدمه كوقاية. جميع هذه المواد اللي ذكرتها تقدم، وفيك تقدمها وخصيصا بفصل الشتاء تستطيع تقديمها، ولكن بدك تنتبه، كل منقوع بتقدمه يجب ترك 2 يوم راحة قبل تقديم الثاني. هاي إذا كان بتقدمه كوقاية. طيب يا ابو النصر انا ما بدي اقدمه كوقايه، او قدمنا كوقايه بدي اقدمه على شكل باتيه، تستطيع تقديمه على شكل باتيه، يعني بتبشر البصل مع الباتيه وبتقدمه، تبشر الثوم مع الباتيه وبتقدمه. جميع المواد اللي ذكرتها بتحسن تبشرها وتخلطها مع الباتيه، ونفس الكميات اللي حكينا عنها سابقا. بتمنى هالفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا استفدتوا منه. برجع بكرر اللايك والشير والاشتراك، واللي ضل معي لنهايه الفيديو يكتب لي تابع. السلام.